طبعا نادي الزمالك وصل لمرحله ما كناش نتخيل انه يوصل لها. طبعا الكابتن حسين لبيب طبعا يعني وصل نادي الزمالك لمرحله يعني مقززه قوي. الجمهور بدا يقرف. مع احترامي انا لا مع مرتضى ولا مع حسين ولا لما هيجي بقى، انا مع نادي الزمالك وبقول رايي بما يرضي الله. مع احترامي الشديد، من بدري موضوع زيزو كان اتحل من بدري، وما تدخلش حد. خليك راجل، يعني خليك انت رئيس الناس كلها، واتاكدت انك انت مش صاحب الكلمه في الموضوع. ما تدخلش الكابتن حسين ممدوح عباس ولا الناس اللي بتدفع فلوس. اللي بيدفع يدفع عشان نادي الزمالك، مش هيدفع عشان يمشي الكلام اللي بمزاجه. انت اللي هتقدر عليه المبلغ ده هتجدد بيه، هيناسبك يا ابن الحلال ناسبك، ما يناسبكش خلاص روح العب في ريال مدريد، روح للنادي الاهلي. انت تعالى بنفسك وقول يا جماعه ان انا قعدت مع زيزو اهو على الهوا كده، الراجل ده مش عايز ياخد المبلغ ده. ابوه اصله لعيب لسه بيبي، لسه بيتحط له اللبوس، لسه بيشرب اللبن الصبح والمرياله بالليل. لا اذا هو مش قادر يبقى ملوش كلمه، لا سيبك من الكلام ده، ده هجس وهبل. هو ابو زيزو ولا زيزو كان حد يعرفهم قبل ما يجوا نادي الزمالك يا جماعه؟ يا جماعه لو في الخير ما كانش رجع من بره. اي لعيب في الخير مش هيرجع لك من بره، من اوروبا ومن اي حته في الدنيا. اللي بينجح بره ما يجيش يجرب حظه في مصر. لكن اللي بيجي بيشوف نادي الزمالك عمل في زيزو ايه. زيزو اول ما كان يجي كان بيجري لحد ما يخبط في سور الاستاد ويرجع، ما كانش يرفع عينه كده ويلعب. اشتغل وطور، لكن ما يجيش يعمل كده في نادي الزمالك اللي عمل اسمه، وهو اللي خلاه زيزو، وهو اللي خلاه يمسك الفلوس بالملايين. لكن تبيع وتشتري بنادي الزمالك يا زيزو، ومجلس لبيب يبقى قاعد وانت حاطط رجل على رجل، وانت اللي بتتشرط وانت اللي بتتامر، انت ابو زيزو بكرشه. لا مع احترامي الشديد، يقول لك لا ده الاحتراف. معاش يا عم، انت عايز 100 مليون خد تريليون. اصل مش عارف انت مش مين، يعني انت مش كريستيانو ولا انت مين، ولا يعني من الاسامي الجامده اللي هنقولها دي يا جدعان. انت مع احترامي الشديد ولا حاجه بالنسبه للاسامي دي، لكن تتشرط على نادي الزمالك يا عم حقك، هقول حقك روح في حته ثانيه. بس لما يبقى في راجل يقول لك هو ده اللي هنقدر عليه وهو ده اللي هنقدر ندفعه، خلاص كنا احنا احترمناه. ويبيعك في اي حد، حتى والله انا واحد زملكاوي روح العب في الاهلي ما عنديش اي مشكله، روح ما عنديش مشكله. لكن تبيع وتشتري فينا لا. تيجي كده من بدري الملف يا كابتن لبيب. زيزو احنا قعدنا معاه قلنا له المبلغ رفض، احنا عرضنا البيع والناس معاك، ما حدش هيزعل. اللي عمل زيزو هيعمل مليون غير زيزو، هيعمل ياما الزمالك عمل ناس، لكن ناس ما عندهاش اصل، ناس بتنسى ويجي يقول لك وكيل الاعمال عايز ب 10 مليون، ابو زيزو بكرشه ده عايز 10 مليون له عليه العوده يا زمالك. ده القيمه بتاعت زيزو ما فيش لعيب في مصر يستاهل 10 ولا 20 مليون. فانت عايز 10 بس سمسره؟ والله عيب، والله عيب يا زيزو. انت بتضحك على جمهور الزمالك، جمهور الزمالك تعب من كتر الضحك علينا. والله ما يا جماعه الولاء للفلوس. اللي بيحب نادي الزمالك يروح يوقع يا عم بالمبلغ اللي نادي الزمالك، اللي عايز فلوس يروح لكن يقول لك انا الطب وانا احسن لعيب في مصر. انت معاك ارقام، بس انا معاك ان يمكن 50 او 60% من ضربات جزاء انا معاك، ودي مهاره برضو انك انت توفق في ضربات الجزاء. لكن انت اشتغلت على نفسك، طورت من ادائك ومن صحتك البدنيه، قدرت تطوعها لخدمه منظومه النادي الزمالك. لكن مش كده يا زيزو، مش كده. روح يعني مع احترامي الشديد، روح والباب مفتوح، الباب نادي الزمالك فيه مليون باب، روح. لكن دلوقتي انتوا هتمشوه ببلاش. يعني بعد ما هو وصل للمرحله اللي عايزها، ما انتوا لو رجاله كنت خلصتوه. لما كان قبل 6 شهور كان معاكم حق انكم تتصرفوا وتعملوا عقد معاه وتشوفوا له 100 عقد وتبيعوه، لكن انتوا عملتوا فيها رجاله وسمعت الكلام ده وده 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 وده، وفي الاخر خلاص عدى يقدر يوقع على اي حد ببلاش، وتطلع انت كالمولد بلا حمص كالعاده. اداره بتثبت فشلها في ملف بسيط جدا، فما بالكم بالملفات الكبيره اللي جايه لكم بقى. مين الصفقات اللي هتيجي، مين اللعيبه اللي هتجدد لها، هتوفر فلوس منين، هتعمل ميزانيه ازاي، خطه الاحلال والتجديد في نادي الزمالك، مستقبل نادي الزمالك، رؤيه اللعيبه، مين لجنه الكره اللي هتجيب، مين اللي هتعمل بدل اللعيبه الكوارث اللي انتوا جبتوها في الفتره الاخيره. انت ما ينفعش معاك بنتاك، طب انت جددت البنتايك، طب انت تضمن بنتايك يكمل؟ ما في. هل انت قعدت مع بنتايك وهتدي له المبلغ اللي هو عايزه بحيث ان بنتايك يكمل معاك؟ لعيب لعيب مش موجود في مصر بالكامل، لعيب عالمي بنتايك. فانت عبد الله السعيد الفتره اللي جايه دي هو الوحيد اللي هيسندك. محمد شحاته بدا يطلع، فاعمدها في الحق خلص معاها، جدد لها، ادفع، خلص لدول. لكن واحد زي بيع ويشتري فيك زيزو، فانا بتهيألي ده فشل ذريع مع احترامي الشديد. ولسه عندك ملفات كتيره جايه، هتتصرف فيها ازاي اذا انت ملف زي ده انت ما قدرتش عليه من البدايه؟ فانا شايف فشل ذريع جدا 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 لاداره الزمالك في ملف زيزو. وزيزو وابو زيزو نادي الزمالك اكبر منهم، ما يبقوش هم قاعدين حاطين رجل على رجل ويتشرطوا على نادي الزمالك، وانت كرئيس نادي تقبل انك تتحط لحد خلاص 6 شهور عدوا، ولحد دلوقتي انت مستني كلمه واحد من رجال الاعمال هو اللي يدفع ويمشي كلمته عليك وعلى الجمعيه العموميه. لكن انا بقول لا، شيء مؤسف. والسلام عليكم.